إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بوصايا ليست هي للدار الآخرة فحسب، إنما هي لبناء الدنيا والآخرة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي ليضمن لنا جنة في السماء عرضها السماوات والأرض، إنما بعث الله محمدًا عليه الصلاة والسلام ليبني الإنسان وليبني الحياة بكل ما في الحياة من معنى. فبدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت الدعوة إلى الله هي الأساس الذي بنيت عليه الحياة كلها. ولقد وصف الله رسوله الكريم حينما قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من هذه الوصايا التي تحدث عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو منهج الإسلام في بناء الحياة، في بناء الإنسان، في بناء الكون. اتق الله حيثما كنت. وما هو معنى التقوى؟ أن تتقي محارم الله عز وجل، وأن تتقي معصية الله سبحانه وتعالى، لتقف عند حدود الحلال والحرام. كثير من الناس يقول: أنني لست بعالم ولست أنا طالب علم، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها إنما هي التفريق بين الحلال والحرام. ولو سألنا أي طفل من أطفال المسلمين: هل الكذب حرام ولا حلال؟ سيقول حرام. هل السرقة حرام ولا حلال؟ يقول حرام. فإذا الحلال بين والحرام بين. فاتق الله حيثما كنت، في حال غضبك، في حال سرورك، في حال كل أمر من أمور الحياة. اتق الله، واعلم أن الله تبارك وتعالى هو يراك وينظر إليك مهما كانت الستر ومهما غلقت الأبواب. فلا يخفى على الله خافية لا في الأرض ولا